عشاق ومحبين عالم الالين والبريداتورز، فانتم السنه دي حظكم حلو جدا عشان نزل شويه افلام ومسلسلات تقيله قوي وكلها جايه ورا بعض. فعندنا فيلم باسم بريداتور باد لاندز، ومسلسل انيميشن كمان باسم كيلر اوف ذا كيلرز او قاتل القتله، وكمان مسلسل باسم الين ايرث. فالعالم راجع بقوه وكله هيبقى مرتبط ببعضه بشكل ما. وحتى اعلان فيلم بريداتور باد لاندز بيقول لك اننا هنشوف قريب معركه مع الحمايه بين الصيادين البريداتور ضد وحوش الالين المعروفين بالزينومورف اللي هم اخطر وحوش الفضاء. واهلا بيكم في شيف افلام، وفي فيديو النهارده هشرح واحلل كل حاجه خاصه باعلان فيلم بريداتور باد لاندز، وهقول لك على كل التفاصيل وكل الاشارات والتلميحات وعن ارتباط الفيلم بعالم الين. وحتى لو تايه شويه في العالم الكبير القديم ده اللي ابتدى في 1979، هتلاقيني وانا بحلل الاعلان بفهمك كل حاجه واحده واحده. بس الاول اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، علشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. اول حاجه كده تعال اعرفك هم مين البريداتورز، لان واضح من اعلان الفيلم ان اصلهم هيكون مهم جدا في الاحداث. فالبريداتورز دول جنس فضائي متقدم جدا ومن كوكب اسمه يوديجا برايم، وده واضح اننا هنشوفه في الفيلم لاول مره. وجسمهم وطولهم ممكن نقول قريب من البشر، وكل تقاليدهم مبنيه على الصيد والقتل، وده كنوع من الشرف بالنسبه ليهم. علشان كده دايما بنشوفهم بيحبوا يصطادوا ويتحدوا اقوى الكائنات اللي ممكن يقابلوها في المجره كنوع من التحدي واثبات القوه. وكل ما حد فيهم يقتل فريسة قوية بيكون المحارب في مكانة عالية، على عكس اللي يقتل حد ضعيف. وطبعا معاهم أسلحة متطورة جدا، ده غير أنواع الرؤية المختلفة والدرع اللي بيخفيهم عن أي حد. وكان أول ظهور ليهم في فيلم بريداتور 1987، ومن وقتها وهم موجودين معانا في أفلام كتير، بس كان في منها الحلو وفي اللي ما كانش على نفس المستوى. وبس كده عرفتك هما مين، عشان نروح لتحليل الإعلان. وأول حاجة بنشوفها المركبة الفضائية بتاعت البريداتور، واللي فيها بنشوف الجوائز بتاعتهم متعلقة اللي بقى كسبها مثلا من مهمات الصيد. فالصياد اللي فيهم لما بيقتل حد في معركة مهمة بياخد حاجة منه كتذكار زي جايزة شرفية ليه. فزي ما احنا شايفين في جمجمة واحد من أشهر الديناصورات وهو تيركس، ده عشان يقولك إنهم موجودين من عصور الديناصورات. كمان في شوية جماجم تانية لحيوانات وكائنات غريبة، وده لأنهم بيصطادوا في أي مكان في العالم في الفضاء. والشكل اللي في النص ده بيقال إن النوع الفضائي اللي شفناه في فيلم اندبندس داي، وفي بيقول انه ممكن للكائنات اللي شفناها في فيلم وور اوف ذا وورلد. بس النظريه اللي اقرب رايحه لاندبندس داي اللي هو فيلم يوم الاستقلال، وده طبعا مجرد استر ايج عادي مش اكتر، عشان نفس الاستوديو سنشري فوكس هو صاحب الفيلمين. يعني محدش يستنى يشوف فيلم للبريداتورز ضد كائنات الهارفسترز بتوع يوم الاستقلال، او اننا نشوف فيلم البريداتور ضد تيركس. وعلى الناحيه الشمال عندنا سلسال وجمجمه لهيكل بشري مع شويه اكسسوارات ممكن تكون من فيلم براي. والجمجمه اللي هنا دي ممكن تكون لواحد من الانجينير اللي شفناهم في فيلم الين بروميثيوس. وبالمناسبه حجره جوائز البريداتور كنا شفنا زيها قبل كده في احداث الجزء الثاني القديم للفيلم، بس كمان كان فيها هيكل الزينومورف وقتها مع شويه جماجم تانية. بعدين بنشوف بطلنا وهو بيخرج الماسك بتاعه من جوه حاجه، وفي رمل كتير بيقع، وده جنب جمجمه. ومش واضح ده حاجه حافظ فيها القناع بتاعه ولا كان بيعمل نوع من انواع الطقوس ليه، لان طقوسهم دايما كتيره وغريبه بالذات في التعامل مع السلاح. بعدين بنشوف مشهد تاني للكوكب اللي هيكون عليه البريداتور بطل الفيلم. ده بالمناسبه حاجه يعتبر جديده علينا في اننا هنشوف فيلم بالكامل من نظره واحد من البريداتورز، مش داخل على القصه كالمعتاد او هو الفيلن، فهو هنا بطل الفيلم والاحداث. وقصه الفيلم المعلنه رسميا حتى الان ان عندنا واحد من شباب البريداتورز وبسبب مشكله ما هيطرد من كوكبه، ودي حاجه طبعا تمثل العار بالنسبه له، وعلشان كده هيروح لكوكب خطير بطبيعه قاسيه مميته علشان يصطاد منه الوحش الاقوى على الاطلاق، لان ده هيكون الحل الوحيد اللي يقدر يرجعه لاهله وناسه وقابلته مرفوع الراس. وزي ما انتم شايفين واضح انه في كوكب فيه 3 نجوم او شموس منورين، وبحر على صحراء على غابات، فده مكان واضح انه طبيعه قاسيه عشان كده اسمه باد لاندز. بعدها بنشوفه راكب على هوفر بايك وطاير بيها، والنوع ده من الموتوسيكلات الطايره مش فاكر اننا شفناها في اي من اجزاء السلسله قبل كده، بس دي حاجه بتقولك اننا في المستقبل مش زي باقي الافلام اللي كانت اغلبها في اوقات او فترات قديمه. بعدين بنشوف مشهد سريع وهو بيحط الخوذه بتاعته واسلحته جنب بعض، وده ممكن سلاح زي الرمح اللي كنا بنشوفه قبل كده، وسلاح اللي بيرمي منه شبكه صيد، ودي شويه قنابل، ده غير ان اللي في ايده ده يعتبر زي كمبيوتر ومنه بيظبط مود اسلحته او الرؤيه بتاعته، وبيتحكم كمان في مركبته. بعد كده بنشوف مشهد مهم جدا جدا للممثله إيلا فانينج واللي هتكون من ابطال الفيلم، وبنشوف عينيها بتقلب ومكتوب عليها ولندي تاني. وبقول ان المشهد الصغير ده مهم لان اللوجو اللي على عينيها بيمثل الشركه الشريره المهيمنه في عالم الفضاء وبتحتل وتستعمر الكواكب، والمعروفه من سلسله افلام الين، وكانت ظهرت مع اول اجزاء السلسله في 1979 لما كانوا ارسلوا مهمه فضائيه علشان يجمعوا عينات من الزينومورف علشان يعملوا ابحاث عليها ويقدروا يستخدموها على البشر او في اي حاجه.
وده لأن هدفهم دايما البحث عن القوة والخلود، زي ما شفنا في مهمة فيلم بروميثيوس. وإننا نشوف عين بتقلب بالشكل ده يعني إنها مش إنسان أصلا، دي أندرويد، اللي هو روبوت ذكي واخد شكل البشر. ودي حاجة برضه شفناها في فيلم ألين روميلوس في عيون الأندرويد أندي. ويقال إن شخصية إيلا فانينج اسمها سيا في أحداث الفيلم. وكمان يقال إن ممكن يكون ليها أخت توأم، يعني ممكن يكون في واحدة بشرية وواحدة أندرويد آلية، لكن دي مش معلومة مؤكدة لحد دلوقتي. بس ممكن اختلاف شكل لون الشعر والملابس اللي شايفينهم هنا يقول إن في فعلا اتنين سيا، وهي في الفيلم هتبقى تساعد البريتاتور في مهمته، بس إيه هي هدفها مش واضح. وممكن مشهد إنها متعلقة على الشجرة ده يا إما حد ربطها بسبب خلافات ما، لأن في بشر كتير مش بيحبوا الأندرويد، أو الأشجار نفسها هي اللي عملت فيها كده. لأننا بنشوف مشهد في نهاية الإعلان والبريتاتور بيحارب فروع شجر بيطارده، فممكن نفس الفروع دي هي اللي علقت سيا، وقبل ما تموت لما عينيها بتقلب كان البريتاتور اتدخل وأنقذها، ومن بعدها وهم مع بعض وبيساعدوا بعض كنوع من الرد الجميل. وبما إن سيا اندرويد من ويلاند يوتاني، فده احتمال قوي جدا اننا نشوف البريداتور ضد وحوش الزينومورف قريب قوي. وحتى في اشاعات بتقول ان وحوش الالين ممكن تظهر في الفيلم او في مشهد كاميو في الاخر. بعدين بنشوف مشهد لجنود كتير في مكان ما، وكلهم شايلين اسلحه زي اللي شفناها في فيلم الين روميلوس. ده واضح انهم في قاعده خاصه بشركه ويلاند يوتاني، وكلهم رايحين بخوف على البريداتور. اللي قاعد في النص بيعمل ايه مش واضح، بس لحد دلوقتي انا بشوف دلائل كتير على عالم الالين جوه عالم البريداتور، ودي من الحاجات المحمساني للفيلم. بعدين بنشوف نوع من النبات الفضائي اللي بيطلق قسم ودخان شكلها بيقول انها مميته، علشان كده بنشوف الشاب بتاعنا بيجري منها ويحاول يتجنبها. وكنا شفنا في فيلم الين كوفيننت حاجه شبه كده، وكانت مميته في اللي يقرب منها او يدوس عليها. بعد كده بنشوف مشهد شكله ان على كوكب يوتيكا برايم موطن البريداتورز، وفي بنشوف واحد شكله الزعيم او القائد بتاعهم، وهو هنا واضح انه في فايت مع حد تاني، وواضح انه قطع له ايده هنا، والدم الاخضر مغرق الارض لان دم البريداتورز اخضر مش احمر. بس ده كله ممكن يكون تمرين، او ممكن يكون الشخص ده اللي هو اصلا بطل الفيلم وكان اذى حد من قبيلته وعلشان كده تم نفيه. علشان في مشهد تاني بنشوف نفس الشخص ده وهو بيوقع التاني من فوق، عشان كده مستبعد ان هو اللي كان في الموقف ده، الا لو الكائن ده هو الزعيم وبيدخل في فايت مع الشباب كنوع من التدريب، واللي يخسر بقى يروح في اي مهمه او اي حاجه علشان يقدر يثبت بيها نفسه بعد كده. لان في مشهد تاني بنشوف مشهد واضح للفايت بين الاتنين، وزي ما قلت ممكن يكون ده كله تدريب في الاخر، لان عقيدتهم مبنيه على القتال والصيد، والتدريب القاسي جزء منهم. بعدين بنشوف مشهد لسيا وهي بتتكلم على البريتاتور وتقول له انت بتحاول تصطاد حاجه ما ينفعش تتقتل. وبعدها بنشوف وحش زي وحوش الكايجو العملاقه جاي جري من نص الغابه، وصاحبنا واقف مستنيه بسيفه الاحمر ويصرخ صرخه الحرب. وشكل البريتاتور هنا عامل قلبان على النت، وده لانهم مجملينه شويه عن شكله اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه في الافلام القديمه، لانه في الشكل مفترض انه بيخوف عن كده، بس اللي حاصل عشان هو بطل الفيلم لاول مره فمخلينه اقرب للشكل البشري عشان يبقى سهل يكون ليه تعبير نشوفها ونتفاعل معاها، لانه واضح اننا هنشوفه كتير على الشاشه بشكله من غير القناع. وبصراحه دي من الحاجات اللي مش عاجباني، فانا بحب شكله جوه القناع، ولو من غيره مفترض يبقى بشكله اللي احنا عارفينه ما كانش لازم التغيير. وهنا على الجنب بنشوف عربية عليها لوجو شركة ويلاند يوتاني كالعادة. وفي نظرية منتشرة هنا بما إن الأحداث دي كلها على كوكب تابع للشركة، فممكن الوحش اللي مشوفناش شكله يكون ناتج من الاختبارات اللي بيعملوها على الدي ان ايه، ويكون الوحش ده خليط بين الزينومورف والبريتاتور، وده السبب في إننا شايفين وحش بالحجم ده. بعد كده بنشوف مشهد أخير لبطلنا وهو بيقطع فروع الشجرة اللي بتهاجمه، لأن زي ما قلت ده كوكب عدائي، يعني أي حاجة فيه تقدر تهاجمك. وتحليل اعلان الفيلم بينتهي هنا، لكن بالمره تعالى اعرفكم على اول فيلم انيميشن في عالم البريتاتورز، واللي اسمه قاتل القتله، واللي هينزل قريب. وده هنشوف فيه مجموعه قصص دمويه في فترات مختلفه زي فتره الفايكنج، واللي هنشوف فيه ام بتحاول تحمي ابنها وهي بتقف قدام البريتاتور، فهتكون مواجهه جامده جدا بين الام مع الفايكنج ضد البريتاتور. كمان هنشوف مواجهه في اليابان القديمه ومحاربين النينجا والساموراي، ودي متحمس ليها جدا لان الساموراي معروفين انهم مش سهلين. والقصة التالتة هتكون في فترة الحرب العالمية التانية مع مجموعة طيارين اللي واضح إن حد فيهم خبط في السفينة الفضائية بتاعة البريداتور المخفية، ده هيكون السبب في إنهم يكونوا مطاردين في السماء، والصراع الأساسي هيكون مع واحد من الطيارين اللي هيحاول يهرب ويتصدى ليهم. وبالمناسبة مخرج فيلم بادلاندز هو نفسه مخرج فيلم كيلر أوف كيلرز، وهو نفسه اللي أخرج فيلم براي، ودي من الحاجات الكويسة لأن المخرج دلوقتي بقى فاهم العالم وماشي فيه بطريقة صح. وبالنسبة لي متحمس جدا لعودة أفلام بريداتور في السينما، وإن هيكون في ربط بين العوالم مع أفلام إليان، وهنشوف عودة القتال بين البريداتورز ووحوش الزينومورف من جديد بشكل جديد، لأن الأفلام القديمة في منها كان كويس وفي منها اللي ما كانش على المستوى. لكن مخرج فيلم براي ومخرج فيلم إليان روميلوس بيتعاونوا مع بعض عشان يعملوا حاجة جديدة تقرب العالمين بشكل قوي
ويكون مترابط مع بعضه. فحتى فيلم بريدتور بادلاندز هيكون أحداثه في المستقبل مش زي ما كان بيحصل دايما، ويكون في الماضي، وواضح إنه هيكون قريب من نفس الوقت اللي فيه شركة ويلاند يوتاني مستعمرة كواكب كتير في الفضاء زي ما شفنا في فيلم إليان روميلس، واللي هينزلوا قريب جزء تاني. وده كله غير المسلسل اللي نزل قريب باسم إليان إيرث، ويقال إن قصته هتكون قبل أحداث الفيلم الأصلي ب 30 سنة، وإن قصته هتتكلم على إن مركبة فضائية عليها وحش الزينومورف هتقع وتتحطم على الأرض، وطبعا في جنود هيحاولوا يواجهوا التهديد ويمنعوه من الانتشار. ممكن نشوف في المسلسل حاجة خاصة بتحضير رحلة بروميثيوس، وكمان التحضير لرحلة أول أجزاء إليان، لأن بسبب معرفتهم بوجود وحوش الزينومورف هيكونوا عايزين يجيبوهم من الفضاء. ومع نزول إعلان جديد أو نزول المسلسل أكيد هشرحه معاكم، فتابعوني الفترة الجاية علشان تعرفوا الجديد. وبس كده، ده هتكون نهاية شرح وتحليلي لكل حاجة خاصة بإعلان فيلم بريدتور بادلاندز، وإزاي الفيلم هيكون المدخل لعالم إليان ووحوش الزينومورف. كمان عرفتكم بالقصة المنتظرة لفيلم الأنيميشن كيلر أوف كيلرز أو قاتل القتلة، وكمان مسلسل إليان إيرث. وأتمنى الفيديو يعجبكم، وهستنى أعرف رأيكم في التعليقات، ومتاح أجاوب على كل أسئلتكم لأني من محبين عالم الإليان والبريدتورز. وفي الاخر اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف افلام على تيك توك وانستجرام علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.